عمرك سمعت صوت في المطبخ وما كانش فيه حد؟ ولما النور بيقطع وخصوصا في الحمام بتحس انك مش لوحدك؟ وشفت موقف حسيت انه حصل قبل كده؟ لو اجابتك على سؤال واحد بس من دول كمل القصة دي للآخر، علشان اللي جاي ممكن يكون حصل معاك وانت مش واخد بالك. قبل ما نبدأ اعمل لايك واشترك في القناة، حط سماعاتك وركز معايا علشان هنبدأ الحكاية. أنا اسمي كريم، عندي 32 سنة وساكن في شقة قديمة مع أبويا اللي عنده حوالي 60 سنة. أمي ماتت وأنا صغير، فأبويا هو كل حاجة في حياتي تقريبا. من 5 سنين عملت حادثة عربية جامدة، صحيت بعدها بأيام في مستشفى ومش فاكر الفترة اللي قبلها بوضوح. الدكاترة قالوا إن دي فجوة في الذاكرة، وأبويا قال لي حاجة غريبة: اللي فات مات واعتبرها بداية جديدة يا ابني. مركزتش، كنت حاسس اني فعلا عايز انسى. ورجعنا الشقة، بس بعد الحادثة بدأت احس بحاجات غريبة. اول حاجة خدت بالي منها كان النور في الحمام بالذات دايما بيقطع، واللمض شبه يوميا بغيرها. الاغرب من كده الاصوات اللي في المطبخ. كل يوم تقريبا بعد نص الليل اسمع خبط هادي، معلقة بتخبط في حلة، كوباية بتتحرك على رخامة، باب بيفتح ويقفل بهدوء. اقوم ابص الاقي المطبخ فاضي، الاطباق في مكانها، مفيش حاجة اتكسرت ولا حاجة اتغيرت من مكانها. وارجع للسرير واقول لنفسي دي كانت مجرد اوهام. بعدها فترة بديت احس ان في حد معايا في البيت. بكون قاعد في الصالة وحاسس ان في عين بتبص عليا من طرقة الشقة. الف فجأة ملحقش اشوف حاجة، بس جوه دماغي متأكد ان في حركة خفيفة عدت من قدامي. اكتر مكان اعصابي كانت بتبص فيه هو الحمام. كل ما ادخل واقفل الباب ورايا احس اني مش لوحدي، زي ما يكون في نفس تاني معايا، حد واقف في ركن ورا الستارة بتاعة البانيو سايبك تغسل ايدك وهو بيراقبك. مرة النور قطع وانا في الحمام، وفي لحظة ضلمة حسيت بإيد تقيلة بتحضني، دراع ملفوف حوالين صدري، وش حد بارد لازق في رقبتي. فضلت واقف متخشب مش قادر اتحرك ولا اصرخ. النور رجع فجأة ولقيت نفسي لوحدي واقف قدام الحوض، بس قلبي بيخبط. بعد الموقف ده بقيت اتهرب من ابسط الحاجات، استحمل لحد ما اروح الشغل علشان استخدم حمام الشركة، واحاول ما تخش حمام البيت غير وانا مضطر. الغريب اني مع الوقت اتعودت. ابويا ما بيجيبش سيرة اي حاجة غريبة، وانا كمان بقيت اعمل نفسي مش واخد بالي. الاصوات في المطبخ يمكن الجيران، الاحساس في الحمام توتر، الحضن في الضلمة تخاريف خوف. الحقيقة ان حياتي كانت ماشية بشكل شبه طبيعي ما عدا حتة واحدة بس. كل ما افكر اتجوز. اول مرة بعد الحادثة اتقدمت لواحدة جارنا رشحها لي، بنت هادية ومحترمة. قابلتها هي واهلها وكل حاجة ماشية تمام. اتفقنا انهم يجوا يشوفوا الشقة قبل ما نكتب الكتاب، وعادي يعني زي اي حد. وانا واقف بشرح دي أوضة النوم والعفش قديم شوية بس حالته كويسة. لاحظت ان العروسة مركزة في الحمام والمطبخ، وكل شوية تبص ناحيته بتوتر وكأن في حد واقف جواه واحنا مش شايفينه. بعد ما مشوا بكام ساعة جارنا كلمني: كريم بنتي كويسة بس كانت مخنوقة وبتقول حست بحاجة غريبة قوي في شقتك وخصوصا الحمام والمطبخ، وبتقول كأن في واحدة واقفة هناك وببصلها. وتاني يوم بالظبط اتصلوا يعتذروا ويقولوا كل حاجة اسمه نصيب. قلت ماشي، دي أول مرة أتقدم لحد. التانية كانت أغرب. اتعرفت على بنت في الشغل، قعدنا نخرج مرة مرتين 3 ورحت أتقدم لها رسمي. أهلها ناس طيبة، والمرة دي ما دخلتهمش الشقة عندي خالص، وحددنا ميعاد الخطوبة. قبل الخطوبة بيومين صحيت على خبر ان البنت اتحجزت في مستشفى، جلطة خفيفة في المخ وعندها تشنجات، والدكتور منع اي توتر او ارتباط لحد ما تستقر. الخطوبة طبعا اتلغت، وبعدها بشهرين اهلها غيروا رقم التليفون وما شفتهاش تاني. مرة 3 ومرة 4، وكل مرة بتحصل مصيبة بشكل مختلف: حادثة، مرض مفاجئ، خناقة كبيرة من الأهل ومن غير سبب واضح. أنا بدأت أقتنع إن في نحس متعلق بيا، بس في نص كل اللي بيحصل أبويا كان دايما عنده تعليقات غريبة. مرة واحنا قاعدين قال لي: يا ابني مش كل حد ينفع يتجوز، في ناس ربنا كتب لها حد واحد بس، ولو مشي من حياتهم ما ينفعش يبدلوه. ومن يومها بدأت أسأل كتير عن حياتي قبل الحادثة.
كل مرة بيغير الموضوع او يقول انت كنت خاطب وخلاص، والخطوبة ما كملتش، مفيش اجابة واضحة. الموضوع اتقفل لوحده لحد ما ظهرت ندى. ندى كانت شغالة في صيدلية قريبة من الشغل، بشوفها بالصدفة وانا رايح وانا جاي. بنت عايشة لوحدها مقطوعة من شجرة زي ما بيقولوا. بدأنا نتكلم الأول عن الأدوية والشغل، وبعدين عن الحياة. بصراحة لقيت معاها راحة غريبة، وإن كلامها دخل دماغي من غير أي مجهود. الغريبة إن ندى كانت عارفة عني تفاصيل أنا نفسي مش متأكد إني حكيتها. بتقولي أنت بتحب تنام زي وضع الجنين، وده صح. انت بتكره ريحة البخور وبتحب في نفس الوقت ريحة الصابون، مش بتحب حد يلمس موبايلك حتى لو اقرب الناس. كل ده صح، بس كنت مستغرب ازاي عرفت بسرعة كده. ولما سألتها قالت لي اللي بيحب حد بيقراه من غير ما يتكلم. المهم اتقدمت ليها، ما عندهاش اهل، مفيش قرايب. واحد جارهم عجوز هو اللي كان بس موجود معاها، وقال لي البنت ملهاش حد، اعتبرها امانة في رقبتك. ابوي وافق بسرعة وبشكل غريب، وقال لي يمكن ربنا كاتبها لك من الاول. كانت اول مرة جوازة تكمل من غير مصايب. اتجوزنا وقعدنا كلنا في نفس الشقة. من اول اسبوع حسيت في حاجات غريبة في ندى. طول الوقت في الحمام، تستحمى كذا مرة في اليوم من غير سبب. ادخل الاقي البخار مالي المكان، صوت الدش شغال بالساعات. ولما اقول لها انت بتستحمي ليه كتير تضحك وتقول لي ما انت بتقول بتحب ريحة الصابون ولا نسيت. كنت فعلا بحب ريحة معينة. الغريبة كأني شمتها قبل كده، مش دلوقتي، من سنين. مع كتر استحمامها بدأت ألاحظ ريحة تانية في البيت، ريحة عفن خفيف طالعة من الحمام، بس بتختفي بعد ما بتخرج وترش على نفسها ريحة. كنت محاول مربوطش بين الريحتين. ندى كانت عارفة تفاصيل عني لدرجة خوفتني. أنا متعود أسيب كوباية الشاي مقلوبة بعد ما أخلصها. قالت لي بالنص أنت دايما بتسيب الكوباية كده من زمان. قلت لها من زمان؟ من زمان إيه؟ أنت ما بقالكيش يومين معايا. بصيت لي باستغراب وقالت قصدي من زمان، أكيد متعود تعمل الكوباية كده. اغرب حاجه في ندى ما كانتش بتحب تخرج من الشقه. اي خروج اقول لها عليها تقول لي خليك معايا هنا، البيت امان اكتر. ولو اصريت اننا نخرج تتحجج بوجع او دوخه. مفيش صحاب، مفيش زيارات، مفيش حد يطمن عليها. الاغرب من كل ده كان بيحصل حاجه غريبه جدا، وخصوصا وقت الاذان. كل مره يأذن المغرب او العشاء او اي اذان في العموم، اقوم ادور عليها في الشقه ملقاهاش. انده بصوت عالي، ادخل الاوض، المطبخ، الحمام، ولا ليها اي اثر. ارجع بعد الصلاه الاقيها نايمه على السرير وكانها ما اتحركتش من مكانها. وطبعا بقول لها انت كنت فين؟ ترد تقول لي كنت في اوضه النوم من بدري، يمكن انت اللي مش واخد بالك. ابص لابويا الاقيه ساكت وكانه مش سامع الحوار. في مره قررت اختبرها، استنيت لحد ما الاذان يقرب وقعدت قصادها في الاوضه. اول ما الاذان اذن حسيت اني سرحت ثانية واحدة، عيني غمضت لحظة، فتحت تاني لقيت السرير فاضي، ولا سمعت باب بيتفتح ولا حد بيمشي. اخرج في الصالة الاقي ابويا قايم بيتوضى، ولما رجعت الأوضة لقيتها نايمة مكانها في السرير. قلت لنفسي أكيد ده مش حقيقي. بس الغريبة من ساعة ما اتجوزت ندى الأصوات اللي كانت موجودة شبه اختفت. أبويا الفترة دي بقى كلامه أغرب وأوضح. في مرة لقاني قاعد لوحدي في الصالة، سألني أنت مبسوط يا كريم؟ قلت له الحمد لله. في حاجة يا حاج؟ سألني بهدوء هي ندى بتظهر لك طول اليوم ولا في أوقات معينة بس؟ اتجمدت. قلت له يعني إيه بتظهر لي؟ دي عايشة معانا عادي يعني. قال انت فاكر اخر مرة دخلت فيها الحمام لوحدك؟ ضحكت بعصبية وقلت له كل يوم. هز راسه وقال لا انا قصدي قبل الحادثة. ساعتها صدعت فجأة والدنيا لفت بيا وقلت له عايز ارتاح شوية ودخلت الأوضة. بعد الكلام ده بأسبوعين ابويا توفى. الدكتور قال سكتة قلبية. خلصنا اجراءات الدفن وبعد ال40 تقريبا انا قاعد في الصالة عادي، سمعت صوت ابويا بينادي، صوت عادي زي ما كان بيناديني بيه. طلعت اجري على الاوضه من غير ما افكر، لقيته قاعد على الكرسي بتاعه. اتجمدت في مكاني وقال لي بهدوء هات ريموت التلفزيون عايز اغير القناه دي. رديت عليه تلقائي حاضر يا حاج. وانا بمد ايدي علشان اجيب الريموت عقلي فجاه فكر استنى هو مش مات؟ ببص على الكرسي ما لقيتش حد، الكرسي فاضي والتلفزيون مطفي اصلا. قعدت على الارض مش عارف كنت بعيط ولا بضحك.
من اليوم ده ابويا بقى بيظهر ويختفي وكأنه لسه عايش معانا، يقعد معايا ياكل جنبي يتكلم في مواضيع عادي وبعدين يختفي لما ركز. في نفس الفترة ندى بقت تعمل حاجات غريبة، بقت تقوم بالليل وتقف عند باب الحمام بالساعات. مرة صحيت لقيتها واقفة في الضلمة ورا باب الحمام، وشها مش باين قوي بس كلها مبلولة مية وكأنها لسه طالعة من البانيو. قلت لها هو انت بتستحمي تاني؟ مش كفايه كده؟ قربت مني وهي بتبتسم ابتسامه مكسوره بطريقه تعرف منها انها في حاجه مش طبيعيه، وقالت الريحه بتطلع تاني كل ما بتهدى. سالتها ريحه ايه؟ قالت لي الريحه اللي مش عايزينها تطلع. الكلمه دي سبتت في دماغي، ابتديت اشك في كل حاجه، كل الحاجات اللي كنت بحس بيها بدات ترجع تاني. اصوات في المطبخ، لمبه الحمام بتبوظ دايما، النور بيقطع كتير. اللي غريبه اكتر كنت بشوف بوضوح واحده في الحمام شعرها مبلول وعينيها واسعه وبتبص لي بصه مرعبه. كل ده بيحصل ومع ذلك انا مكمل، يمكن عشان كنت حاسس ان ندى هي الحاجه الوحيده الثابته في حياتي بعد ابويا ما مات او اختفى، مش عارف. في يوم وانا بنظف الدولاب بتاع ابويا لقيت شنطه قديمه مستخبيه ورا هدوم، جواها ألبوم صور. فتحت الألبوم، أول صورة شفتها كانت فرحي أنا ببدلة سودة جنب عروسة بفستان أبيض وماسكة إيدي. وشها كان هو تقريبا وش ندى، نفس الملامح نفس الضحكة نفس العينين، بس تحت الصورة مكتوب تاريخ قديم من 7 سنين تقريبا ومكتوب اسم سارة مش ندى. قعدت افكر انا ليه ما عنديش اي ذكرى عن الجوازة دي، ولا فاكر اسم سارة، ولا فاكر حتى لبست اي حد دبلة قبل ندى. في اخر الالبوم في ظرف مكتوب بخط ايد ابويا سارة مراتك ماتت، وضايف تاريخ قبل الحادثه بتاعتي بسنه. حسيت اني مش قادر اتنفس. ناديت بصوت عالي على ندى، طلعت من ورايا من غير ما احس وقالت لي مين دي يا كريم وهي بتبص على الالبوم. سالتها انت شبهها ليه؟ وردت وهي بتقلب في الصور انت اللي شايفني شبهها. قلت لها بعصبيه جاوبيني انت اسمك ندى بجد؟ بصت ليا فتره من غير ما تتكلم وبعدين قالت انا الاسم اللي كنت حابب تناديني بيه، المهم اني مراتك من الاول لحد الاخر. في الليله دي ما عرفتش انام. ابويا ظهر فجأة وقعد جنبي وكأنه لسه عايش وقال لي انت فتحت الالبوم؟ ما استغربتش وجوده وكأني متعود، وسألته ليه خبيت عليا؟ قال لي كنت خايف عليك من نفسك. سألته هنا اتجوزت سارة؟ سكت وبص على باب الحمام وقال في حاجات لو فتحت بابها عمرها ما تتقفل تاني يا كريم، واختفى. اليوم اللي بعده حصل حاجة خلصت كل حاجة. الجيران اللي في الدور اللي تحتية بتشتكي ان في تسريبات مية جاية من الحمام. السباك طلع يكشف على المواسير، قال محتاج يكسر حتة من حتة الحمام علشان يوصل للتسريب. انا قلبي وقع، فضلت اقول له مفيش داعي، ما تشوف حل تاني. قال لي يا استاذ المية اللي بتنزل عندهم مصدرها من هنا، وفعلا بدأ يكسر. اول ضربة الريحة طلعت هي نفس الريحة اللي كنت بشمها على خفيف، ريحة عفن قديم، حاجة ماتت من زمان. وبشكل غريب وهو بيكسر وقف مرة واحدة وقال نسيت حاجة هنزل اجيبها. ساب العدة وخرج من الشقة وكأنه مش هو اللي بيتكلم. سمعت صوت ندى ورايا بتقولي بلاش تفتكر. لقيتها واقفة على باب الحمام وشعرها مبلول وكأنها لسه طالعة من البانيو. وقلت لها في ايه يا ندى؟ ردت بهدوء غريب انت عارف بس مش عايز تفتكر. سارة ماتت هنا صح؟ مديت ايدي في المكان اللي طلع منه الريحة، لقيت جوه عظم بني ادم ولسه فيه بواقي هدوم وخاتم ذهب صغير. الخاتم هو نفس الخاتم اللي في صورة الفرح. في اللحظة دي كل حاجة رجعت مرة واحدة. شفت نفسي واقف في الحمام من 7 سنين، نفس صوت الخبط اللي كنت بسمعه كل يوم، بس المرة دي ما كانش جاي من المطبخ ولا من الحمام، كان جاي من دماغي. كنت بتخانق انا وسارة وكنت متعصب وخطوة ورا خطوة ناحية البانيو. الارض كانت مبلولة، رجليها اتزحلقت، كل حاجة سكتت. ابويا دخل شاف اللي حصل، بصلي من غير ولا كلمة، وبعد شوية قال بهدوء يخوف لازم نلاقي حل. وفعلا لقينا حل، حتى وانا عارف ان عمري ما كنت هوافق عليه. وبعدها بسنة عملت الحادثة ونسيت كل حاجة حصلت. الذكريات وقعت على دماغي دفعة واحدة. رجعت للحاضر لقيت دموعي نازلة من غير ما احس. بصيت قدامي لقيت ندى واقفة جوه الحمام. سألتها بصوت واطي انت حقيقية ولا انا اللي مجنون؟ ما ردتش وفضلت واقفة تبصلي. رجعت لورا واتكعبلت ووقعت على الارض. بصيت تاني لقيت الحمام فاضي، ولا ندى موجودة ولا سارة ولا اي حد.
في اللحظة دي سمعت صوت ابويا مش من الأوضة، من جوه دماغي. قلت لك يا كريم في ابواب لو فتحتها عمرك ما هتعرف تقفلها تاني. حسيت الحضن القديم بيرجع، نفس الحضن اللي حسيته يوم ما النور قطع اول مرة، بس المرة دي عارف مين صاحبه. ايد باردة ملفوفة حوالين صدري، صوت في ودني بيهمس: ولا واحدة هتعيش معاك غيري حتى لو مت. اخر حاجة فاكرها اني نفس اتحبس، وريحة الصابون اللي بحبها اتقلبت لريحة تراب وعفن.